السلام عليكم ورحمة الله. هلو ايفريون، معاكم مستر عمر حمدي تيتشر اوف انجلش، وبنكمل الانجلش سمر كورس بتاعنا لسه في الدايلوجز المحادثات. في الفيديو هنا هنحل لطلاب المرحلة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي بريب 3. لو ما اتفرجتش على الفيديو الخاص بالدايلوج ازاي ان احنا نحل الدايلوج، ارجع اتفرج عليه وتعالى ابدأ حل معايا. السؤال اهو قدامك بيقول لك complete the following dialogue، يعني اكمل الديالوج الاتيه. قلت لك هنا انت هتبدا تكمل باجابه كامله او بسؤال كامل زي ما موجود قدامك. حاجه كمان انا قلت لك اقرا العنوان كويس قبل ما تحل الديالوج، وكمان اقرا الديالوج كامله قبل ما تحلها. فالعنوان بتاع الديالوج او التايتل بتاعي بيقول لك ان عاصم is asking نوع about the personal experiences، بيسال نوع عن التجارب الشخصيه بتاعتها. فعاصم بيقول لها Have you ever got a medal in your life؟ have في بداية السؤال احنا اتفقنا ان اي سؤال بادئ بفعل مساعد في الاول هيكون معناها هل، بنرد عليها يا اما بيس او ايه او نو. have you ever، هل عمرك got حصلتي على ميدل، على ميدالية؟ هترد عليه طبعا يا اما بيس يا اما بنو، ما اقدرش ارد من غير ما اكمل الديالوج بتاعتي. فعاصم سألها سؤال تاني، ردت عليه قالت له I got it، أنا حصلت عليها when I was in grade 6، لما كنت في الصف السادس. فأكيد هي في السؤال الأولاني ردت قالت له أيوة أنا حصلت على middle، فالإجابة هتكون yes. وأنا قلت لك لما بنجاوب بنرد نقول yes، وبنعمل كروس ما بين الفاعل والhelping verb الفعل المساعد. الفاعل عندي هو you، بينزل طبعا يبقى إيه؟ يبقى I، يبقى yes I have. لو عايز تكمل تقول له yes I have got a medal. اوكي، فسألها سؤال ردت قالت له I got it، انا حصلت عليها when I was in grade 6. فالسؤال دوت يا جماعه انت مش بتسال بفعل مساعد، انت بتسال باداه استفهام، لان الاجابه ما فيهاش ولا ولا لا، ما فيهاش ولا يس ولا نو. اجيب الاداه الاستفهام الصح ازاي؟ لما تفهم الاجابه بتقول له انا حصلت عليها لما كنت في جريد 6. فاكيد هي اكيد عاصم سالها قال لها متى انت حصلت عليها. متى اللي هي معناها ايه؟ اللي هي معناها وين. وما تنساش ان انا قلت لك احفظ ادوات الاستفهام مهمه جدا. يبقى وين هي اداه الاستفهام، الفعل المساعد بجيبه من الاجابه. got ده فعل ماضي، يبقى الفعل المساعد بتاعي do ولا does ولا did؟ اكيد did. يبقى when did الفاعل هو I، يتحول طبعا يبقى ايه؟ يبقى you. when did you، والفعل الاساسي هو got، يرجع زي ما كان infinitive when did you get it، يعني متى انت حصلتي عليها. سؤال نمبر 3 سألها عاصم، برضو سألها سؤال ردت قالت له because I did a research about the ancient Egyptian kings، عشان أنا عملت بحث عن ال ancient Egyptian kings، ملوك مصر القديم. فأنا قلت لك أول لما تلاقي because في الإجابة أنت سائل على طول بأداة الاستفهام اللي هي why، لماذا؟ فأنا بدأت قلت له why. لو قلت why لحد كده وسكت الإجابة تمشي تبقى صح. ليه أنت حصلت عليها؟ ليه؟ فاهم؟ أو لو عايز تكمل أداة استفهام الهيلبنج فيرب الفعل المساعد والفعل يبقى why did you get it، ليه انت حصلت عليها وخدت الدرجه بتاعتك. وسهله جدا. هنا انا عايزك انت اللي تجاوب. السؤال بيقول لك ايه؟ did you get a gold a silver or a bronze medal؟ هو انت حصلتي على الميدل، الميداليه كانت جولد ذهب ولا سيلفر ولا برونز؟ اوكي، خلي بالك في ناس هتشوف الفعل المساعد كده did في الاول ترد تقول لي يس على طول او نو، وهنا غلط. وده انا قلته في الفيديو اللي فات، قلت لك ان في اسئله بتبدا بفعل مساعد بس بتلاقي مين؟ بتلاقي اور. هو بيخيرك، فاهم؟ فهنا هو بيخيرني ما بين 3 حاجات، الجولد والسيلفر والبرونز. اوكي، لما تيجي تجاوب ما تجاوبش على طول، ما تختارش وخلاص. هنكمل. يعني بص عاصم قال لها ايه؟ this means you got the highest mark، ده معناه ان انت جبتي اعلى درجه. فاللي بيجيب اعلى درجه بياخد البرونز ولا السيلفر ولا الجولد؟ اكيد الجولد. فهي هترد تقول له اهو، هتقول له I got، انا حصلت على الجولد، I got a gold medal، حصلت على ميداليه جولد، يعني ميداليه ايه؟ ذهبيه. فقال لها this means you got the highest mark، I wish، اتمنى لك البيست of luck. اوكي، يعني بتمنى لك الحظ الجيد. فاكيد نوع في الاخر ترد تقول له ايه؟ سهل، او ترد تقول له شكرا thank you or thanks على طول. دايلوج سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. الدايلوج اللي بعدها complete the following dialogue. زياد and خالد are talking about خالد's favorite sport، بيتكلموا عن رياضه خالد المفضله. فزياد بيقول له هاي خالد، is there a club near your house؟
السؤال يا جماعه عندي بادئ بإيز، وانا قلت لك السؤال لو بدأ بفعل مساعد يكون معناها هل. هنرد عليها يا اما بيس يا اما بيس يا اما بايه يا اما بنو. فإز there a club near your house؟ انا مش عارف في نادي قريب من بيته ولا لا، بس لما قريت الداله كلها ما لقيتش ان هو مجاوب، يعني ما لقيتش مبين لي ولا لا. فانا ارد اقول له يس واعمل كروس ما بين is و there، يبقى يس there is، بدلت is و there في الاجابه. تعال اعمل سؤال، اي سؤال هتلاقيه اجابته my favorite sport او my favorite food او my favorite subject، سوري my favorite sport او my favorite food او my favorite subject، اسال قول له what is your favorite، what's your favorite food، what is your favorite subject، what is your favorite sport. معناها ما تكون الرياضه المفضله او ما يكون الطعام وهكذا. فدي احفظها على طول كده هنكتبها. يبقى اهو what is your favorite sport، ايه رياضتك المفضله؟ رد خالد قال له my favorite sport is swimming. عملت question تاني، سؤال اجابته I practice it twice a week. twice a week يعني مرتين في الاسبوع. في الحصه بتاعت الديالوج واحنا بنشرح لما خدنا الكويستشن ووردز ادوات الاستفهام قلت لك هتلاقي الاجابه بونس مره، twice مرتين. اسال على طول بكم مره اللي هي how often، دي اداه الاستفهام اللي انا عايزها. اداه استفهام فعل مساعد، الفعل المساعد بجيبه من الفعل الاساسي. الفعل الاساسي عندي هنا انفينيتيف مصدر ما فيهوش حاجه يبقى دو. طبعا لو كان في اس كنت قلت does، لو كان في الباست في الماضي كنت قلت did. يبقى how often do الفعل I هتبقى you. how often do you practice يعني بتمارس. how often do you practice it، كم مره انت بتمارسها. رد قال لي I practice it twice a week. طيب who معناها ايه؟ حفظنا بقى ادوات الاستفهام ان هو معناها من. who do you go to the club with، انت بتروح النادي مع مين؟ اقرا هتلاقيه مش محدد لك، قول له اي حاجه. I go with my father مع بابا، with my brother with my family مع العيله، with my friends مع صحابي، اي حد كله صح. او I go with my father، انا بروح مع والدي. طيب do سؤال بادئ بدو، برد اما بيس يا اما بنو. do you enjoy يعني بتستمتع. وانت بتستمتع بالسويمنج، تستمتع بالسباحه؟ طبعا واحد رياضته المفضله هي السويمنج، اكيد يس. يبقى يس I do. الديالوج اللي بعدها بتقول لي ايه؟ سامي and احمد are talking about the summer holiday، بيتكلموا عن الاجازه الصيفيه. where will you في الفيوتشر في المستقبل انت هتقضي السمر هوليدي بتاعتك. where اللي هي معناها اين. انا اعرف ما اعرفش، انا بقرا الديالوج كلها عشان اشوف الاجابه. فسامي ساله سؤال تاني رد عليه قال له because Alexandria has beautiful beaches، عشان الكسندريا فيها beautiful beaches، فيها شواطئ جميله. يبقى اكيد هيقضي الاجازه فين؟ انا عرفت اهو من تحت in Alexandria. يبقى I will spend it، انا هقضيها in Alexandria، in اسكندريه. تمام؟ اتفقنا ان اول لما نلاقي الاجابه بادئه because نسال بايه على طول؟ انت عرفت خلاص، تسال بواي. ليه هتقضيها في اسكندريه؟ خلاص يبقى واي. رد قال لي because Alexandria has beautiful beaches. اعمل سؤال تاني، question تاني اهو اجابته I will go there، ده انا هروح هناك مع with my family، ده انا رايح مع عيلتي. انت رايح مع مين؟ من هي اداه الاستفهام اللي هبدا بيها. هو من فعل مساعد موجود عندك تحت will. هو will الفاعل هي اول كلمه اللي هو اي، الضمير اي هتبقى طبعا بنحولها هتبقى يو. يبقى هو will you. الفعل الاساسي go there with، لازم with في اخر السؤال الخاص بهو انت بتسال عن الاوبجكت المفعول. تمام؟ how long حفظناها معناها كام المده. how long will you stay there، هتقعد هناك قد ايه؟ جاوب براحتك. I will stay مثلا for 2 weeks، اسبوعين، 3 days، 3 ايام، براحتك خالص. او I will stay there for 2 weeks، لمدة اسبوعين. سامي بيقول له I wish you، wish يعني اتمنى لك، I wish you a happy summer holiday، بتمنى لك اجازة صيف سعيدة. خلاص thanks شكرا thank you، ده سؤال بيكون سهل قوي. الديالوج اللي بعدها كنزي is asking ليلى، تسأل ليلى or ليلى about
a novel، بتسالها عن نوفل، ونوفل يعني ايه؟ نوفل يعني روايه هي قريتها. فبدات تسالها، قالت لها what are you doing ليلى؟ هو انت بتعملي ايه؟ خلاص ليلى بتعمل ايه؟ ليلى بتقرا. انا عرفت منين؟ عرفت من التايتل، من العنوان بتاع الدايلوج. يبقى هترد تقول لها ايه؟ I am reading a novel، ده انا بقرا روايه. كمان عرفت اكتر لما هي كنزي ردت عليها وقالت لها a novel روايه، اتخضت عشان تعرف الاجابه. That's great. اعمل question تاني، سؤال تاني اجابته I started reading it last week، بدات اقراها الاسبوع اللي فات سوري، بدات اقراها الاسبوع اللي فات. يبقى انت بدات تقريها، صح؟ يبقى اداه الاستفهام اللي انا هبدا بيها اللي هي متى، when. تعال نجيب الفعل المساعد يلا مع بعض. هتبص على الفعل الاساسي هتلاقي started الفعل اخره اي دي. كلام في الايه؟ كلام في الماضي. يبقى do ولا does ولا did؟ اكيد did. يبقى when did الاي تتحول تبقى you. فعل الاساسي started يبقى store. وكمل when did you start reading، بدأت تقريها امتى؟ when did you start reading it. برضو في نمبر 3 هو عايز question، عايز سؤال اجابته the writer is called، الكاتب بيكون او يدعى تشارلز ديكنز. كلمه called هنا معناها يدعى او يسمى. عندك سؤالين، يا اما تقول لي من يكون الكاتب، او هتقول ماذا يدعى الكاتب. خلاص؟ فانا لو بدات وقلت what، ما او ماذا، ده كده اداه الاستفهام. فالمساعد هو is، what is. الفاعل هو الرايتر الكاتب، what is the writer called يعني يدعى او يسمى. لو عايز تعمل السؤال الثاني ممكن تقول لي ايه؟ من على طول اللي هي هو is the writer، من يكون الرايتر اللي هو الكاتب. What is the title of the novel؟ ايه التايتل؟ كلمة تايتل معناها عنوان. ايه هو عنوان الرواية ديت؟ انا عارف ما اعرفش، اعرف منين؟ من تحت اهو في الدايلوج موجود. بتقول لها اوليفر تويست، هي بتتخض لما بتلاقي الاكسلاميشن مارك علامة التعجب، يبقى الشخص بيتخض عشان انت تعرف الإجابة. يبقى the writer is the title of the novel is، عنوان النوفل بيكون اوليفر تويست. Is it an exciting novel؟ هي ديت رواية exciting مثيرة أكيد، وإلا ما كانتش هتقعد تقراها، صح؟ فالسؤال بادئ بفعل مساعد is معناها هل، يبقى أنا هرد بإيه؟ بيس. Yes it is. منى is asking هبة about her family and daily routine، بتسأل هبة عن عيلتها والديلي روتين، الروتين اليومي بتاعها. فبتقول لها هلو هبة how are you؟ أسهل سؤال ممكن يقابلك how are you، كيف حالك؟ هاي منى I'm fine، دي سهلة جدا. I'm fine thank you. اعمل سؤال اجابته there are، خلي بالك ان 5 هي الاجابه، 5. there are 5 people in my family، ده في 5 افراد في عيلتي. يبقى كم عدد الافراد اللي موجودين فيها؟ عندكم كم شخص في الاسره؟ تمام؟ اللي هي جمع العدد اللي هي ايه؟ how many. أداة استفهام الفعل المساعد. بس خلي بالك هنا في حاجه مهمه قوي، ان how many لازم يجي بعدها اسم جمع. how many بيجي بعدها plural noun او اسم ايه؟ او اسم جمع، اللي هي كلمه people، كم عدد الاشخاص، صح؟ يبقى how many people are there in your family. تمام؟ تعالى اعمل سؤال هنا. قالت لها I get up، انا بستيقظ at 6:30 in the morning، بتصحى الساعه 6:30 في الصباح. متى انت بتصحي او ما الوقت؟ يعني سواء when اهو، انا ممكن اسال بوين متى، ممكن اسال بوات تايم اللي يريحك. هات الفعل المساعد، هتبص مش هتلاقي من دماغك يا دو يا داز يا ديد. get up الفعل get infinitive يبقى do، يبقى what time do الاي هتبقى you. اداه استفهام فعل مساعد فاعل فعل، اداه الاستفهام what time فعل مساعد do الفاعل you، فاضل الفعل الاساسي اللي هي ايه؟ get up. what time do you get up؟ طبعا اوعى تقول at 6:30 لان هي ديت الايه؟ هي دي الاجابه اصلا. تمام؟ what is your favorite subject؟ ايه مادتك المفضله؟ ما اعرفش. ابص تحت الاقي منى بتقول لها I like English too، ده انا كمان بحب الانجليش. يبقى اكيد مادتها المفضله هي الايه؟ هي الانجليش. يبقى هترد تقول لها I like English. عرفت منين؟ من الاجابه اللي تحتها. اخر سؤال بتقول لها what do you do بقى؟
what do you do يعني ماذا تفعل in the evening، بتعملي ايه في المساء؟ اي حاجه صح، لان دي اخر اجابه اصلا. I watch TV, I study my lessons, I do my homework. اي حاجه هتقولها هنا هتبقى صح، بس اكتب جمله صح اهو. I do my homework، انا بعمل الهوم ورك او الواجب بتاعي. الدايره اللي بعدها سامي is helping، بيساعد tourist يعني سائح to get to عشان يوصل للايه؟ البيراميدز او الاهرامات. فبيقول له excuse me can I ask you some questions، سؤال بادئ بفعل مساعد، هل يمكنني ان انا اسالك بعض الاسئله some questions؟ فيرد يقول له يا اما yes يا اما no. فاكيد الدايلوج مكمله، فهو اكيد قال له ايه؟ قال له yes you can، او ممكن ارد اقول له sure بالتاكيد او of course، كل ده صح. سامي بيقول له دي البيراميدز ان جيزه، البيراميدز في الاهرامات، فاكيد التورست سالوا اين تكون البيراميدز. فاسال ازاي باين؟ طبعا وير، اداه استفهام، فعل مساعد موجود تحت are، where are the pyramids، اين تكون البيراميدز الاهرامات. طيب التورست بيسالوا تاني بيقول له are they far، وفار يعني بعيده، هل هم بعيده من هنا؟ فطبعا السؤال بادئ بار، وقلت لك الفعل المساعد في الاول معناه هل، برد يا اما بيس يا اما بايه يا اما بنو. are they far from here، هم بعاد؟ جاوب عليه لسه مش عارف يس ولا نو. فالتورست ساله سؤال، راح سامي قال له يو كان، انت ممكن تيك ا تاكسي، تاخد تاكسي for 10 minutes، او تمشي walk for half an hour، او تمشي نص ساعه. فيمشي نص ساعه اكيد هي كده مش قريبه، هي كده بعيده. فلما قال له are they far from here ممكن يقول له ايه؟ يس، ايوه يس they are. ازاي بقى اروح؟ قال له you can take a taxi، او تمشي ايه for half an hour. فهو بيقول له كيف اذهب؟ how اداه الاستفهام كيف، اسال عن الوسيله. can فعل مساعد اهو تحت، how can I get to there، او how can I go there على طول، ازاي اروح هناك. تمام؟ في الاخر التورست قال له حاجه، راح سامي رد قال له you are welcome. you are welcome ديت دايما اجابه thank you، اول لما اقول لك ثانكس او ثانك يو ترد تقول لي يو ار ايه؟ يو ار ويلكم. اثنين مهمين وبيجوا كتير على فكره. فهو هنا التورست قال له ايه؟ قال له ثانكس او ايه؟ او ثانك يو. الدايلوج اللي بعدها، ودي دايلوج عندنا ندى از تيلينج ايمان، ندى بتقول لايمان وات شي ديد لاست ويك اند، هي عملت ايه في الويك اند الاخيره او في الاجازه الاخيره. ايمان اهو وات ديد يو دو لاست ويك اند، انت عملت ايه في اللاست ويك اند؟ ردت عليها انا ما اعرفش قالت لها ايه. فايمان سالتها تاني كويستشن او سؤال، فندى ردت قالت لها ماي براذر بلايد فيديو جيمز وذ مي، اخويا لعب معايا الفيديو جيمز. يبقى ندى عملت ايه من الاجابه اهي تحت؟ شي بلايد فيديو جيمز. يبقى ترد تقول لها ايه؟ اي بلايد، انا لعبت فيديو جيمز. مع مين بقى؟ ليه؟ لان هي قالت لها اول لما تلاقي الاجابه بادئه بشخص كده ماي براذر عاقل، اعرف ان السؤال ده بادئ بمن، اللي هي ايه؟ اللي هي هو. فهو اداه استفهام، فعل مساعد بنجيبه من الاجابه، والاجابه عندي بلايد الفعل في الماضي، فاكيد الفعل المساعد بتاعي ديد، هو ديد يو فعل بلاي يرجع اساسي، هو ديد يو بلاي وذ، لعبت مع مين. فسالتها سؤال قالت لها يس، وخلي بالك الاجابه بادئه بيس، يبقى انا بادئ بفعل مساعد اجيبه من الاجابه موجود. اتس ديت كان اصلها ات از قبل ما نختصرها، فالفعل المساعد عندي مين؟ از. هل ات هي اللي هي الفيديو جيم بتكون enjoyable يعني ممتعه. is it enjoyable؟ قالت لها yes it's very enjoyable. طيب what about you؟ انا اتكلمت على what about you ده قبل كده اللي هو ايه؟ طيب وانت؟ برد لك بقى السؤال، انت عملت ايه؟ what about you؟ قالت لها اجابه انا مش عارفها. فندى سالتها قالت لها what did you see at the zoo؟ طب انت شفتي ايه في الزو؟ الزو اللي هي حديقه الحيوان، يبقى كده هي راحت ايه؟ راحت الزو. فهترد تقول لها I went، لان انا بتكلم في الماضي، I went to the zoo. What did you see at the zoo؟ شفتي ايه؟ مش محدد لي، فاقول له اي حاجه. شفنا ايه في الزو؟ شفنا المونكيز، شفنا الانيمالز، ايا كان. هتقول له I saw the animals، انا شفت الحيوانات. ندى قالت لها we can go together next time. لحد كده الديالوجز اللي احنا بنحلها النهارده خلصت. حصتين مهمين جدا يا جماعه لازم تتفرج عليهم، الفيديو اللي فات الخاص بازاي نحل الديالوج، والفيديو دوت الخاص بازاي
نطبق او ازاي ان احنا نحل بقى اسئله من المنهج، ودي اسئله من التقييمات اصلا على الديالوج. ولحد كده انا خلصت الفيديو دوت، والسلام عليكم ورحمه الله.